متابعي صوت الملايين في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم وواقعة وقضية جديدة. يعني عقار السيدة عيشة المنهار، عقار التونسي المنهار بمنطقة السيدة عيشة، وعقار بقاله يعني له قرار إزالة من 2018. العقار بيقع على الأهالي والأهالي بيستغيثوا. علشان حد يقدر يساعد بيت تاني. دلوقتي قصتهم قصة ايه؟ المبنى اللي وقع. عايزين نعرف القصة وايه اللي حصل معاكم من 2018. من 2018 زي ما حضرتك شايفه كده، بص عليهم كده يا عم. طبعا العقار الدور 4 شقق. الاربعه دول اللي فوق بعض دول انهاروا زي ما حضرتك شايفه كده لغايه تحت. تمام. وطبعا جت الحكومه وجم وشايفوا وعينوا والحي والكلام من ده، ومن ساعتها لغايه النهارده احنا ما خدناش شقق ولا اي حد عمل اي حاجه. طب ليه ما عملتش بلاغات؟ عملنا بلاغات كتير وجم بعد كده وكل مره حاضر بيجي ومحاضر واثباتات والكلام من ده، ونروح برضو ونسعى ونكلم المسؤولين وبنقدم طلبات وكل حاجه، بس لسه لغايه النهارده استمريت 4 سنين على الوضع. لغايه النهارده بنكلم، لغايه النهارده بنسال في الحي. ايه اللي حصل بقى وايه اللي خلى الموضوع ينتشر وتستغيثوا والاستغاثه بتاعتكم؟ اللي حصل بقى الانهيار الجديد. الناحيه الثانيه في حيطه برضو، البيت ده حوائط حامله مش خرسانه، مش عواميد. تمام. فحيطه من الحوائط الحامله بتنهار. فطبعا ده بقى مشكله. جت برضو عملنا بلاغ وجم امبارح وشافوا وعينوا كل الكلام ده عند شقه الاخ عمرو، وفي الاخر راحوا منعوا الغاز. قال لك عشان خاطر ما يبقاش في حجم خساره ولا حاجه احتياطي، راحوا مقاطعين الغاز عن البيت. وطبعا احنا مستنيين اي حد يتصرف، ما فيش حد يتكلم ولا قال اي حاجه. العقار بيتكون من كام طابق؟ العقار بيتكون من 4 طوابق. في كام شقه؟ 4، كل دول 4 شقق، يعني 16 شقه. 16 شقه. وقعوا منهم 4. وقع منهم 4 صف واحد كده اللي فوق بعضيهم. صف كامل من العماره انهار. السكان اللي كانت في الصف ده فين دلوقتي؟ ما خلاص بقى، ما اللي هنا كلهم مشوا. يعني ما كانش فيه اي اصابات؟ لا الحمد لله ما كانش فيه اصابات. صدفه ان في واحده تحت كانت عند بنتها، واللي هنا دول مش عارف برضو ليهم بيت الناحيه الثانيه بيقعدوا هنا شويه هنا شويه، يعني الحمد لله ما كانش فيه اي اصابات. يعني شيء الهي ومعجزه الهيه ما كانتش. الحمد لله. ما كانوش في العماره. رد فعلكم لما لقيتوا البيت بيقع ايه اللي حصل؟ اللي حصل طبعا زي اي حد بيتخض، كلنا جرينا طبعا وخرجنا، وكانت الدنيا ما يعلم بقى الا ربنا، لان الكلام ده كان الساعه 12 بالليل اول انهيار حصل. في الشتاء ولا في الصيف؟ لا كنا في الصيف. كنا في الصيف. يعني ربنا ستر. لان الناس قعدت بره، خدوا بعضهم راحوا عسكروا في الجامع هنا، قعدوا فتره يجي 3 شهور. طب خلينا نتكلم في 4 شقق وقعوا، وبعدين انتوا حسيتوا الدنيا استقرت والدنيا امان، رجعتوا تاني لبيوتكم؟ لا مش الدنيا استقرت ولا الدنيا امان، احنا مش حاسين بامان، بس احنا قاعدين عشان احنا مجبرين، عشان ما عندناش اماكن تاني نروحها. وبرضو الظروف على القد، مش كل واحد عنده امكانيات ان هو ينقل في شقه بين يوم وليله. اكيد طبعا اكيد. لان الشقه دي مش حاجه بسيطه طبعا يعني. اكيد طبعا، خايف على الاسره، خايف على الاولاد. طبعا يعني طبعا. يعني احنا عايشين يعني بدعاء رب، يعني بعطف ربنا، يعني كل يوم بنفضل ندعي عشان ربنا يسترها معانا. تقريبا 12 شقه المتبقيين من العقار. فيهم كام ساكن تقريبا كده؟ لا كتير، يعني لو هنضرب كل شقه في 4 مثلا في 12، فيهم لا يقل عن 48 بني ادم مثلا، ده بالاطفال الصغار. يعني لو كل شقه 4 يعني الاب والام وولدين، يعني نتكلم مثلا 50 فرد في 4 في 12 48. تمام. يعني 48 او 50 شخص ده بالتقريب، ولكن في اعداد اكبر من كده طبعا. طبعا. وفي ناس بتيجي تزوركم طبعا يعني طبعا. في واحده ست كبيره هنا قاعده تحت لوحدها، كل ولادها ساكنين حوالي مننا في المنطقه، طبعا بيجوا لها عشان خاطر يشوفوها، امهم بيراعوها وبتاع، طبعا دي بتيجي مع عيالها ودي الثانيه تيجي مع عيالها، برضو بيبقى في عدد كبير موجود في قلب البيت. طبعا طبعا اكيد. طيب ايه اللي حصل يعني بعد ما حصل اول امبارح، والشيء يعني اللي حصل جديد واكتشفتوا ان في
تقريبا حيطه تانية وقعت وفي تشققات حصلت. ايوه، الحيطه اللي وقعت دي والتشققات هم دول بقى اللي عاملين الازعرينه دلوقتي. ايه الاجراء اللي اخدتوه بعدها؟ ما خدناش اي اجراءات، الحكومه جت عينت وبس، وراحت قافله الغاز ومشوا. اطلعوا من البيت. قلنا لهم طب هنطلع نروح فين؟ احنا هم مضينا، احنا ماضيين هنا، قاعدين في البيت على مسؤوليتنا. احنا ماضيين، وطبعا احنا ماضيين مجبرين، لان ما فيش كل واحد ما فيش مكان تاني يروحه. اكيد لو في مكان انا مش هقف الوقفه دي ولا هستنى، هاخد بعضي واخد عيالي وامشي واكبر دماغي، لان ده عمري اهم من اي حاجه، انا وعيالي. طبعا. بس طبعا مش كل واحد زي ما قلنا عنده امكانيات ان هو يخرج بين يوم وليله يروح ينقل شقه تانية، فما خدناش اي اجراءات ولا عملنا اي حاجه. يعني اللي حضرتك بتقوله ده كلنا مقدرين ليه طبعا. عايزين نعرف بتستغيثوا؟ طبعا بنستغيث بقى بالساده المسؤولين يعني. يا رب يعني حد يكون بيشوف الفيديو ده كده ويعني وياخد خطوه يعني فيها ايجابيه لصالحنا، يعني يا ريت، عشان احنا رحنا لكل الناس، احنا وصلنا لغايه نائب المحافظ، قدمنا ورق في كل حته، رحنا المحافظه، رحنا الحي، وما زلنا بنروح وبنقعد نسال. فيعني حضرتك قلت نظره ان معاك شقه هنا في الصف اللي احنا تقريبا فيه. الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه قلت لي ان انت فضيت اوضه. فضيت اوضه كامله عشان خاطر ما بقاش محمل، لان في هنا حيطه، هنا دي بدايه الانهيار، كان في حيطه هنا واقعه. فاحنا اكمل ولا لحظه الاضاءه فصلت. اتفضل مع حضرتك. وزي ما قلت لحضرتك احنا الجزء هنا انا مفضي جزء من شقتي مش قاعد فيه، الجزء اللي هو ناحيه الحيطه المنهاره ده زي ما حضراتكم شايفين. الوضع يعني محزن للغايه. ده صف كامل ب4 شقق نزلوا كده على فوق بعضهم، يعني اللي حضراتكم شايفينه ده السقف بتاع الاوضه اللي جوه متعلق. سقف الاوضه متعلق بسبب حديد الخرسانه اللي فيه، فهو اللي عامل الشكل ده، ولكن ده سقف الاوضه من الصف المنهار. وزي ما حضراتكم شايفين يعني حرفيا الوضع ما يطمنش. ان شاء الله ربنا يستر عليكم يا رب ويحفظكم من كل المساوئ انتوا وكل الاسره. يا رب. يعني احنا عاوزين حد بس يحس بينا، عشان احنا قاعدين في خطر، مش في امان، احنا مش مستقرين نفسيا، وده برضو يعني بيبقى وحش. وحش لكل حاجه، حتى على نفسيه العيال الصغيره بيبقى وحش. اكيد. اما العيل يبقى قاعد حتى مش حاسس بامان، ده شيء وحش يعني. اكيد. عايزين نتكلم بس مع حضرتك. حضرتك اللي لاحظت وطلبت الاستغاثه عشان الشقه اللي عندك هي اللي وقعت. طب يعني كلمنا شعورك كده. قبل كل شيء انا بستغيث بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاب الحنون اللي هو بيمد ايده للناس كلها. دي استغاثه لوجه الله تعالى للسيد الرئيس تاني عبد الفتاح السيسي. نستغيث بيك، اغثونا قبل ما نموت، قبل ما تشيلونا جثث. البيت دوت من 2018، الجزء دوت كده زي ما حضرتك شايفه وقع كله دوت. ده خرسانه وبقيه البيت تحت كله خشب. يعني اللي فوق خرسانه وتحت خشب، المفروض العكس. كان اخر سقف اتبنى. اول امبارح حصل عندي تصدعات وتشققات وطوب وقع، مش عارف اعمل ايه. اتصلت بالنجده، الحقوني تعالوا شوفوا ايه اللي عندي. جم عملوا معاينه، والحي جه عمل معاينه وكتر الف خيرهم. عملوا لنا ايه؟ كتبونا اقرار اللي احنا نقعد على مسؤوليتنا. طب انا لما اكتب اقرار اللي انا يعني موجود انا واولادي واسرتي على مسؤوليتي، انا لو انا مت او حد من ولادي مات هتحاسبوا مين؟ يعني يعني اكيد باذن الله هيكون في تحرك باذن الله، يعني ان شاء الله من خلالنا ان شاء الله خير. انا متفائل ان شاء الله يكون صوتك مسموع باذن الله ان شاء الله. ومن خلالنا الاستغاثه دي تلاقي يعني المسؤولين ان شاء الله يحاولوا في ايجاد بديل لحضراتكم. عايزين نعرف دلوقتي يعني انتوا بتطالبوا ببديل. قبل ما نطالب ببديل حضرتك، احنا رحنا الحي، رحنا القسم، رحنا المحافظه، رحنا نائب المحافظه. يعني احنا رحنا وعملنا مرتين حصر للسكان في البيت، يعني اي اجراء رسمي عملناه.
ما فيش اجراء رسمي ما عملناهوش، بس للاسف الاجراء الرسمي اللي احنا بنعمله عملناه بدل المره 10، وده مسجل في الاسم، في الحي، في المحافظه، يعني في الدنيا كلها مسجل. احنا مش عاوزين حاجه، احنا عاوزين مكان بديل. بديل امان ليك. انا راجل ايجاري قديم 50 جنيه، وراجل موظف انا مرتبي ما تعداش ال 4000 جنيه. في ظل الظروف اللي احنا فيها، اللي احنا اساسا مش عارفين ناكل عيالنا، انا اروح اجيب شقه منين؟ يعني في الظروف اللي انا فيها، انا اقل ايجار النهارده بيعدي فوق ال 2000 جنيه، غير ميه ونور وغاز. انا قاعد هنا يعني ولا حول ولا قوه. انا راجل حتى عندي 50 سنه وعندي سكر وضغط وجلطه، يعني انا مش لاقي حتى شغلانه تانية اشتغلها، ما عنديش صحه اللي انا اشتغل شغلانه تانية. يعني انا بجاهد اللي انا احاول اكل عيالي، انا مش طالب اكتر من ايه، يعني انا اكل عيالي وبديل سكن بديل. ده حضرتك زي ما انت شايفه كده العفش، ادي بصي ادي عفش، وادي الطبليه، وادي سرير، وادي بقيه يعني المكان، وادي الباب بصي متعلق. يعني بصراحه يعني احنا مش عارفين نعمل ايه، وكتر خيرهم بتوع الحي جم قطعوا علينا الغاز. طب قطعوا علينا الغاز، احنا هنروح فين؟ طب هناكل فين؟ ادوني بديل وانا امشي. انا مش ماسك في البيت، انا بستغيث لوجه الله تعالى للاب الحنون السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيمد ايده لامه لا اله الا الله. احنا اخواتك، احنا اولادك، احنا يعني انا ما عنديش كلام اقوله، انا بقول بس الحقونا قبل ما نموت، قبل ما تشيلونا جثه. هنا اكتر من 50 فرد موجودين، من اطفال صغيره لناس مسنه كبيره. ان شاء الله باذن الله، يعني من خلالنا هنا من صوت الملايين صوتك يكون مسموع يا رب باذن الله. والاستغاثه هم محتاجين بديل 50 فرد في عقار التونسي، يعني انهار منه صف كامل 4 شقق. بنشكركم متابعي صوت الملايين في كل مكان. دمتم في السلام. السلام عليكم.